يا صباح الفل والياسمين على أغلى اخوات في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كيف كانت كيف صارت كيف صارت. وتعالوا بقى نقول كيف كانت وكيف صارت. عايزة اقول لكم ما تحرمش منكم ابدا 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 على دعواتكم ومشاركاتكم ارائكم وافكاركم وحبكم ليا ودخولكم ليا على الخاص وكل حاجة. والله ما قصدي ان انا اتاخر عليكم ابدا، بس حصل لي ظروف ما. الحمد لله على كل حال. عايزة اقول لكم بحبكم بحبكم من كل قلبي. كل اللي بيسمع اللحظة دي عايزة اقول لك ربنا يجبر بخاطر الجبر يتعجب له اهل السماوات والارض. ينزل عليكِ بالرزق الواسع والفرحة الكبيرة والعوض من عند ربنا، يرضيكِ ربنا من حيث لا تحتسبي، ويوسّع رزقِك ويفرّح قلبِك ويكبر بخاطرِك. يا بنت حواء وآدم يا اللي بتسمعي الفيديو، لإنكم بجد ونعم الناس ونعم الإخوات ونعم كل حاجة حلوة في حياتي. وعايزة أقول لكم بجد أنا لولا وجودكم في حياتي ما كنت أقدر أعمل أي حاجة. عايزة أشارك المتابعين الجداد الحلوين، نورتوني ونورتوا قناتي وأنتم على راسي من فوق. أهلًا وسهلًا بكم في وجودكم الحلو في قناتنا وفي وسط عيلتنا الحلوة الصغيرة الجميلة دي. أنا بالنسبة لي عيلة صغيرة أحسن ما يكون عيلة كبيرة. فأنا في قناة المتواضعة بارحّب بكم في قناتي وعيلتي الحلوة الجميلة في وسط إخواتنا وحبايبنا. عايزة أقول لكم ده كان منظر الغرفة. أنا أي نعم ندمت إن أنا قصّيت السريرين فوق بعض، بس ما كنتش عارفة إن ربنا مخبّي لي حاجة جميلة أوي. حبيتها وحسّيتها، وحسيت إن أحلى أوضة في البيت إن أنا أرتاح فيها نفسيًا وولادي بصراحة والحمد لله. سمسم كان بينام معانا على طول من يوم ما اتولد. سبحان الله، أول ما كنت أتوقع خالص إنه هينام على سريره ويحب الغرفة بتاعته. المهم تعالوا بقى أقول لكم أنا هنا كنت اليومين دول لو أنتم فاكرين أنا من يوم ما جِبت مشتريات الغرفة الجديدة وأنا كنت جايبة سمك وجمبري، كابوريا قصدي وجمبري وكده يعني. فأنا اليومين دول واخداها شُغلانتي، يعني لا بانزل أشتري أكل ولا أي حاجة. فأنا حابة إن أنا آكل مأكولات بحرية اليومين دول. عملت كفتة، مش عارفة شاركتها معاكم والّا لسه المقطع هينزل. وعملت اسمه إيه ده، جمبري. يعني قليته كده في الزيت، ما كانش عندي زبدة. وقُلت بقى لسه هاشتري والحاجات دي، وكنت مستعجلة بصراحة. وطبعًا قصيت كده شنباته وفتحته كده فتحة من هنا عشان يتشرب التتبيلة وفي نفس الوقت إيه، ما يلفش حوالين بعضه. بس كده يا بنات. وعايزة أقول لكم بقى إيه، تبّلته بتتبيلة بقى اللي هو توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل أسود، توابل سمك. وابدئي بقى إيه، اقليه بقى إيه بدقيق كده وحطيه، يا إما كده وممكن تقليه من غير دقيق يعني. وعايزة أقول لكم كان طعمه حلو أوي. وكان عندي مكرونة white sauce فايضة من امبارح. أنا كنت مشاركة معاكم الأكلة ديًّا. وقُلت بقى إيه، من ده يكمّل على ده يعني، فالحمد لله. فهنا بقى زي ما أنتم شايفين باشيل الحبل الرملي، لازمًا يتشال عشان ما يقرقشش كده تحت سنانِك وأنتِ بتاكلي. وعايزة أقول لكم بصراحة أنا فرحانة جدًا، جدًا بالخطوة اللي أنا خدتها. أي نعم تعبت وصدرنا كلّه تحس إن صدرنا كلّه من ريحة صعبة جدًا. بس الحمد لله أخدنا نتيجة تعبنا، والحمد لله نتيجة راضيانا كلّنا. والغرفة بقت جميلة، جميلة ما شاء الله كإنها نظام تركي، وهادية ورقيقة وبسيطة. بس أنا محتاجة منكم آرائكم وأفكاركم، تقولوا لي ناقص إيه، أشيل إيه، أحط إيه. طبعًا أنا ما يجيش من بعد أفكاركم الحلوة بصراحة، وربنا يحل أيامكم. أنا باعمل على قد إمكانياتي، لإني أنا لو معايا فلوس أو يعني عشان أكون صريحة يعني، عشان أنا ما باحبش ألِف ولا أدور. ممكن كنت أعمل أحسن من كده، بس أنا باعمل يا بنات على قد إمكانياتي. حتى لمّا أجدد معاكم كل حاجة هتلاقوني باعمل على قد إمكانياتي، مش باعمل أفورة أوي ولا كلام من ده خالص، فاهمين قصدي؟ كان عندي الرز البايت دوًّا اللي هو الأصفر، عملت بقى بطاطس محمرة ولسه بقية الجمبري بيتقلى في الزيت، بس ده الكمية اللي طلعت الأولى. والمكرونة white sauce والحمد لله زي ما أنتم شايفين يا بنات. كنا بنقشّر وبناكله كده. أنا عليّا كنت أقشّره كلّه، بس أنا كنت مش عايزاه إيه، كنت عايزة ولادي يستمتعوا وهُم بياكلوا فيه يعني وكده. وزي ما قُلت لكم أنا حابة أوي اليومين دول إن أنا آكل مأكولات بحرية زي دي. تعالوا بقى الأوضة بتاعتنا إحنا قفلناها امبارح على كده. بُصّوا يا بنات، الأوضة جديد في جديد، عشان اللي هيقول لي فين الجديد، لأ المراتب دي جديدة. المراتب جديدة، أنا شارياها جديدة، لسه حتى في كيسها، بس أنا مش هاشيل الكيس. طبعًا أنا كنت مفكّرة التليفون بيصوّر وأنا بافرش الcover بتاع سمسم. أنا حاطة له cover زي ده، مطلّعاه برضك من كرتونته. فديًا أنا مراتب شارياها جديدة والكفرات جديدة. هي صراحة الأوضة كلّها جديد في جديد، ما عدا الملايات. الملايات أنا ما عرفتش إن أنا أجيب ملايات جديدة.
واللي عنده حلوين برضه مش قُدام خالص، يعتبر ديًّا رابع مرّة أو خامس مرّة يتفرشوا، وحلوين الحمد لله. أنا عندي زيّها بتاعة جنى، عشان لو أنتم ملاحظين هتلاقيني عندي واحدة كبيرة فارشاها على سريري، أنا واخداها من جنى، لإن جنى لمّا كنت رايحة أجيب ملايات جديدة للعفش الجديد لمّا كنت جايباه السنة اللي فاتت، كنت جايبة لولادي كلّهم ملايات زي بعض، فبتاعة جنى ما كانش لقيت لها سريرها يعني، قُمت رايحة جايبة لها سرير كبير. فالمهم قُمت رايحة بقيت آخُدها عندي لسريري يعني، بابدِّل أنا وجنى مع بعض وباخدها أفرشها عندي. والحمد لله يا بنات، عايزة أقول لكم هنا بقى إيه، أنا بصراحة لمّا كنت قايلة لل للراجل اللي أنا عاملة عنده المراتب أنا عايزة مخدة 80 سنتي، على أساس إنه يعمل لي مخدة طويلة، عارفين المخدات الطويلة اللي بتبقى مخدة طويلة اللي هي زي اللي بنعملها لجميع سرايرنا، فلقيته قام عامل لي كُوَش يعني تكويات، هو حسبها كأنها مخدة 80 سنتي، بس هي للأسف هي تكواية يعني ما فالمهم إيه، المهم سمسم عايز مخدة برضه، يعني مش عايز تكوية، كنت عاملة حسابي خلاص هاحط التكويات الجديدة اللي أنا بافكّها ديًّا وخلاص. ما كنتش أتوقع إن الراجل هيعملها تكوية، كنت مفكّراه هيعملها مخدة. فالمهم قُمت جايبة المخدات القديمة بتاعة السراير بتاعتهم اللي هي ال120، قُمت واخداهم قُمت مدخّلاها، هُم أصلًا عايزين يتغسلوا، عشان أنا عارفة إن إيه، شكلهم عايزين يتغسلوا، بس أنا مستعجلة على الفرش. إن شاء الله بس إيه، أمّا آجي أغيّر السرير تاني هابقى أشيلهم وأغسلهم، وعندي فكرة حلوة أوي إنها تشيل البُقع الصفرا من عليهم، لإن ساعات ولادي كانوا بيناموا على المخدات ديًّا أيام ما كنت بانقل هنا، فما كانش لها كسوة، ما كنتش مركّبة لها كسوة مخدة يعني وكده، فاتوسخت. فأنا ركّبتها لها عملتها إيه، دخّلتها كأنها مخدة عشان سمسم يقتنع إن ليه مخدة وتكواية. بس كده. زي ما أنتم شايفين كده بقى إيه، هنا بقى إيه، عايزة بقى أقول لكم سؤال، اللي هيقول لي يا منى خلّي راس السرير اللي أنتِ بتفرشيه ده هو اللي في السرير، يعني خلّي اللي أنتِ عنده ده هو ده راس السرير والتاني بنهاية السرير. عايزة أقول لكم يا بنات لو كنتم شفتوا فيديو وأنا بانضّف يعني وأنا باقص السراير، هتلاقوا إن طول السرير من نهايته زي بدايته، والله طولهم زي بعض، أنا قِسته معاكم بالمتر يومها ووريتها لكم وكده، بس أنتم يعني الكاميرا مش بتوضّح لكم، يعني ممكن الكاميرا موضّحة إن نهاية السرير أطول من راس السرير، وتقولوا لي يا منى بدّليه، خلّيهم العكس، والله هُم الاتنين قد بعض. وأنا لمّا كنت فاكة السرير معاكم ورايحة أدهنه، قُلت لكم إن المسامير مش قد بعض عشان أبدّل ده مع ده وده مع ده، فاهمينّي؟ هنا أنا كنت دهنة البتاع اللي أنا باشيلها دي السنادة دي عشان سمسم لمّا يبقى نايم على المرتبة ما يُقعش، تبقى عاملة له حماية يعني، أتاريني طلعت نفس ارتفاع المرتبة ما لهاش أي لازمة، فبعد ما جوزي ركّبها قُمت رايحة شايلاها تاني، قُلت لأ، لها بتاعتين سنين كده طالعين لو أنتم شايفينهم يمين وشمال، هيضايقوه لو هو جاي يطلع والّا حاجة هيضايقوه، فشِلتها خالص. عشان تبقى سهلة معايا في الفرش المرتبة يعني وكده، فشِلتهم. عايزة أقول لكم بقى تعالوا بقى للحظة الديكورات، أنتم عارفين إن أنا مش أوي في الديكورات، يعني أنا ممكن حتى الأكل، أطبخ الأكل حلو أوي، لكن وقت التقديم ما باعرفش أقدّم بصراحة. فأنا لسه باتعلّم، كُلّنا عايشين في الدنيا بنتعلّم وبناخد أفكار من بعض. الستارة أنا ما لحقتش إن أنا أفصّلها، زي ما قُلت لكم أنا ما بانزلش ولا باطلع خالص، فأنا لسه بقى هاودّي وهاجيب، قُمت رايحة جايبة مسدس الشمع، وقُمت رايحة لازقة الطرف بتاعها كده عشان أنا كنت عايزة أعرف هاعملها على الطول إيه. أنا بيني وبينكم كنت عايزة أقسّمها نُصّين، يعني أعملها قصيّرة، ورجعت قُلت يا بنتي لأ، قصيّرة لو أنا كنت حاطة مثلًا الcoffee corner اللي أنا كنت داهناه معاكم الفيديوهات اللي فاتت بين السريرين، كان مش هيبان إن في كان أعمل ستارة قصيّرة، بس دلوقتي الكومود اللي أنا حطيته في النُص هيبين وراه إن ما فيش ستارة، فلازمًا أخلّي الستارة طويلة، أصلًا الستارة أمّا تكون طويلة بتدّي شياكة، أنا باحس الستارة القصيرة دي ما باحسّهاش شياكة أبدًا، حتى أمّا باعملها في المطبخ باحسّها إيه الرخامة دي. ده من وجهة نظري، لكن أنتم ما شاء الله أنتم طبعًا حاجتكم أحسن يعني. فهنا طبعًا لسه هاستنى حلقان وكلام فاضي، قُمت رايحة قايلة لأ، أنا هاعلّقها كده، وعلى فكرة أنا عندي ماسورة، الماسورة لونها رمادي، بس أنا ما جاتش في بالي خالص يعني أنا عندي على السلم لو أنتم ملاحظين ماسورة بدل اللي لونها أصفر دي أو دهبي دي، عندي واحدة رمادي كنت هاقص منها حتّة على قدّها، بس ما كانش عندي اللي هو المنشار، منشار إن أنا أقص حتة ماسورة، فاهمينّي؟ فقُلت مش مشكلة، بعد كده أبقى أقص لي حتّة وأحطها مكان الدهب ديًّا، وتبقى شكلها كلّها الأوضة كلّها فيها 3 ألوان، أخضر، رمادي، أبيض. الستارة off white شُفتوا دلوقتي إنها كاسرة اللون إزاي؟ اللي هيقول لي يا منى كانت هتستارة لون تاني، إن شاء الله يا بنات هيبقى عندنا حاجات بدايل، ومرّة في مرّة يعني ليّا أخت وحبيبة الله يسعدها يا رب ادّتني فكرة قالت لي حُطّي لون المستردة أو الأصفر، فبجد فكرتها جميلة أوي، أوي، الله يسعد قلبها يا رب دينا، حبيبة قلبي دينا، ربنا يصلح حالِك يا دينا ويشوفِك أحسن حد في الدنيا كلّها، ويا رب يكبر بخاطرِك ويراضيكِ يا رب يا قلبي، واشوفِك في أحسن واحدة في الدنيا كلّها. دينا حبيبتي من مصر ادعوا لي يا بنات ربنا يرزقها بالزوج الصالح، وربنا يخفف
يخفف همومها يا رب اللهم آمين، ويشفي لها أمها ويرزقها بالزوج الصالح يا رب، ويرزقها العُمرة وأطلع أنا وهي عُمرة كده بإذن الله، يا رب اللهم آمين. فزي ما أنتم شايفين كده جِبت الورد ده وعملته بالشكل ده، هو المفروض كنت زوّدت فرع كمان شوية، يعني زوّدت فرع بس أنا جه في بالي إنها هتكون كتير، هنا بقى بدأت ألزق بالشمع عشان يكون ثابت أكتر. عايزة أقول لكم أنا فرحانة أوي بالنتيجة والحمد لله والشكر ليك يا رب، وأهم حاجة ولادي فرحوا وجوزي أول ما جه قال لي أنا كنت يعني هو كان متضايق إن أنا باقول له اخرم هنا واعمل هنا وما أعرفش إيه، كان يقول لي لأ وعشان إيه وكده، فلمّا شاف الأوضة في التشطيب الأخير قال لي: "لأ، ده أنتِ بسم الله ما شاء الله عبقرية." بجد هنا بقى اللي ضايقني المفروض الرف ده كان محطوط يبقى بالشكل ده، فاهماني؟ هاحط لكم دلوقتي صورتين، كان نفسي أعملهم بالشكل الصورتين اللي أنا قايله لكم عليه، بس لمّا جه وقت التنفيذ ما عرفتش أوصّل لجوزي المعلومة، فجِت غلط، فكل ما أحط في الرف ده يضحكني أوي مش عايزين يثبتوا خالص، أنا مش عارفة هُم بيتركبوا إزاي، يعني هو عايز له double face والّا عايز له مسامير معيّنة والّا إيه بالضبط؟ ف فالمهم كل ما آجي أحط وردة على الرف فوق تقوم واقعة، وطبعًا الشلال ده على فكرة هو وِحِش في التصوير، يعني هتقولي يا منى شيلي الشلال، بس عايزة أقول لكم في الحقيقة أقسم بالله تحفة، يعني أنا شُفته معاكم في التصوير أقول إيه ده، لأ مش حلو خالص الشلال، بس في الحقيقة عاطي منظر رهيب، هتشوفوا معايا وأنا باعمل لكم مثلًا إيه تنضيف في الأوضة كان شكله أحلى من كده، بس وقت ما كنت باحطه كنت مستعجلة، على أساس إن أنا أنزّل لكم الفيديو تاني يوم، بس أنا حصل لي ظروف ما عرفتش أنزّل الفيديو. هنا كنت عايزة ده العكس، اللي في النُص عايزاه العكس، فكلّه يقول لي: "لأ خلّيه كلّه باصص لفوق." أقول لهم: "يا جماعة أنا عايزة كده." فكل واحد وليه ذوق بصراحة، وجانا قالت لي: "لأ يا ماما اعمليهم كلّهم باصين لفوق." فأحلى حاجة إن أنتِ ممكن تحرّكيهم فوق، تحت، كده أي حاجة. بس زي ما قُلت لكم أنا كنت عايزة تفصيلة معيّنة، كنت عايزة اللي فوق ده أول رف فوق كان ييجي إيه، فوق الأخير، يعني ييجي شمال شوية، فاهماني؟ ييجي شمال شوية، ما كنتش عايزاه التفصيلة دي، بس يالّا الحمد لله حصل خير. وهنا عشان أثبّت الشلال ده لزقته اسمه إيه ده، بالشمع. هنا بقى كنت عندي البتوع دول كانوا بتوع الغرفة بتاعتي اللي أنا كنت باعتها اللي هي كانت الكرتون، ما كنتش عملتهم يعني فيها يعني وكده، ودول كانوا عندي مش عارفة بتوع إيه كده زمان كنت جايباهم معاكم زمان أيام ما كنا بنجدد الغرفة دي برضُك لمّا كانت لونها بُني. فكان عندي الحاجات دي ما اشتريتهاش يعني، فجيت هنا أركّبهم طبعًا السرير الدولاب دوًّا هو أصلًا كان في الأول نيش، فهو عريض شوية، فما كانش ينفع له إن هو يتحط له المقابض دي، أنا كنت واخداه من أختي يعني، ما كانش بتاعي، كنت واخداه من أختي. فالمهم دول قصيّرة، شوفوا لمّا تيجي هنا عشان تربطوا المسمار قصيّرة، شوفوا؟ أنا لسه الدولاب ما رتّبتوش ولا حطيت فيه الهدوم الشتوي يعني، وما دهنتوش من جوّه، قُلت يعني كده جوّه متداري يعني، شوفوا هنا البتاعة مش طالعة لإنها عريضة، فهاضطر أجيب سِن عريض وأقوم عاملاه، ما كانش عندي إلا السِن العريض ده، يالّا حصل خير، أنا لو كنت فاكرة كنت جِبت قبل ما أفرش، بس أنا ما افتكرتش، المهم قفلته كده يالّا الحمد لله جميل وزي الفل، أنا الحمد لله يا بنات مبسوطة ومرضية جدًا بالنتيجة، وحاسة إن مش ناقصني أي حاجة الحمد لله وشكر ليك يا رب، والحاجة في عينيّا جميلة، جميلة ومش عايزة أكتر من كده الحمد لله، خير وبركة من عند ربنا ورضا و و نعمة كبيرة أوي من عند ربنا اللي أنا وصلت له ده، وإن الأوضة اتغيّرت 180 درجة، وإن إحنا استفدنا بالسرير بدل ما كان الدور اللي فوق ما كانش حد بينام فوق وكده، فاللهم الحمد لله اللهم بارك، ويا رب يفرّح قلب ولادي وولادكم ويسعدكم ويرضيكم ويجبر بخاطركم، أنا مبسوطة بكم جدًا، جدًا وباحبكم من كل قلبي، لإنكم بتحبوا لي الخير وبتحبوني وتنصحوني وقلبكم عليَّ، ربنا يستركم دنيا وآخرة ويطعمكم ولا يحرمكم، وربنا يطعم كل واحدة نِفْسها في ذرية صالحة، ربنا يرضيكِ ويطعمِك ويرزقِك يا رب بالذرية الصالحة اللي تتمنيها، وأي حد ربنا يعني نِفْسه في حاجة ربنا يبعت له كل اللي تتمنوه في حياتكم، ويبعت لكم من حيث لا تحتسبوا يا رب اللهم آمين. هنا بقى سمسم أنا كان بدأ ينام وصعبان عليّا أوي، وهو كان حاطط في دماغه إن هو لازمًا هو اللي يفرش السجادة الجديدة، صحّيته وقعدت أراضيه وقُلت له: "والله يا حبيبي أنت لازمًا تفرش السجادة، أنت لازمًا تفرشها." أنا أم ضعيفة قدّام ولادي أوي يا ولاد، أوي، أضعف قدّامهم، أنتم عارفين لو نِفْسهم في حاجة وأنا حاجة ديًّا يعني المفروض إنها يعني هُم مش فاهمين إن الحاجة دي رايحة لحاجة مهمة، بس والله باعمل لهم اللي هُم عايزينه، عشان كده ربنا بيرضيني يعني، لإني أنا حسيت بالحرمان ده لإني مفقودة يعني اتربيت برضه بدون أم وبدون أب، فأنا باحس ولادي مش عايزاهم مع إني باقسى عليهم كتير، بس والله العظيم من جوايا بازعل، أنا عايزاهم يكونوا حاجة كويسة، والأم ما بتقِسي على ولادها بتبقى عايزة تعلّمهم، عايزة تفهّمهم، بس ساعات الولاد ما بيبقوش واخدين بالهم، بس أمّا يكبروا أكيد هيعرفوا إن إحنا كُنّا بنحبهم يعني وكده. فهنا زي ما أنتم شايفين بقى سمسم كان فرحان أوي وعملت له اللمبة دي، كل حاجة كانت عندي يا بنات، ما اشتريتش والله إلا الورد والحاجات اللي أنا اشتريتها معاكم، كل حاجة كانت عندي ما عدا الأرفف والورد، فاهمين قصدي؟
فالمهم عملت لهم اللمبة دي، أي نعم أنا قُلت لهم ما تجوش يمّها عشان ما تكهربكوش، لإن المفروض لها زي غطا كده، بس الغطا ما لقيتوش بصراحة. فجانا كنت رايحة أحط اللون الoff white الأصفر، قالت لي: "يا ماما الأبيض عاطي شيك أوي." فاللمبة دي كانت عندي عاملة زي الأباجورة، لإن ما فيش مكان إن أنا أحط لهم أباجورة، وما كانش في سيولة يعني، فإن شاء الله أمّا أنزل أبقى أجيب لهم أباجورة كده من اللي بتتحط في النُص. فعايزة أقول لكم منظر الأوضة بقت جميلة، وهنا واحد عنده فيشة، والشمال التاني عنده فيشة، وهنا الستارة عايزة أقول لكم تحفة، شكلها جميل أوي، أوي يا ولاد أوي. وشغّلت بخور عشان طبعًا لسه ريحة الأوضة برضُك الدهان لسه ظاهر. وطبعًا حطيت لهم بتاعتي كيرا اللي هي بتاعة الفُرَش دي، حطيتها لهم عندهم يحطّوا فيها المِشط، وكل واحد حَط الكريم بتاعه. وهنا عايزة أقول لكم شكل البتاع حلو أوي، أوي. خدت البتاع اللبني دي من عند جنى، كانت جايباها لنا حبيبة قلبي مها، الله يسترِك يا مها ويفرّح قلبِك يا رب اللهم آمين، ويطعمِك ولا يحرمِك. عملت عُمرة لأمي، جابت لي سجادة صلاة من السعودية ومصحف كنت أتمناهم طول عمري إن ييجي لي الهدية دي من السعودية. فهي من مصر يعني وكده حبيبة قلبي، ربنا يطعمها في ولادها يا رب، باحبها من كل قلبي. المهم زي ما أنتم شايفين كده الدولاب وشكله بقى جميل وهادي، ما عادش فيه لون pink بقى لون بناتي لأ، هو دلوقتي بقى صبياني. عايزة إن شاء الله أمّا أبقى أنزل بقى أبقى أجيب لهم مشّاية هنا الحتة ديًّا، عشان الأوضة تبقى متدفية كده في الشتا وما تكونش باردة عليهم، لإن طبعًا أمّا بينزلوا على السيراميك الجو بيبقى برد. فإن شاء الله أمّا أبقى أخرج أجيب لهم حتة هنا تكملة ييجي نُص متر والّا حاجة، واحطها لهم بالعرض. فقولوا لي رأيكم، عايزة رأيكم، وعايزة أي حاجة أنتم شايفينها مش مناسبة ومش حلوة قولوا لي عليها. عايزة أقول لكم لمّا طفيت النور، عايزة أقول لكم شوفوا الإضاءة cute cute وجميلة أوي، أنا مش مصدقة نفسي، اللي هو أنا وجوزي نمنا هنا قُلت إيه ده الحلاوة دي، وجوزي كان مش مصدق بيقول لي: "أنا كنت مفكر إن أنتِ مش هتعملي كده خالص، وإيه الجمال ده." وكان مبسوط أوي من النتيجة اللي أنا عاملاها. وهنا بقى بُصّوا اللي هو قاعدة أستمتع بقى وآخد لكم صورة مصغّرة اللي هو ما كنتش عارفة أعمل إيه والّا إيه، اللي هو أنا فرحانة بنتيجة تعبي، أي نعم تعبت والله وفي حاجات كتير ما كانتش بتبان في التصوير، بس عايزة أقول لكم إن أنا مبسوطة أوي بالنتيجة. المقطع اتعاد والّا إيه؟ المهم إن هو عايزة أقول لكم أنا فرحانة أوي، أنا عارفة إن أنتم هتفرحوا لي عايزة لايكات كتير، يعني حسّسوني كده إن أنا عملت حاجة حلوة، حتى لو مش عاجباكم قولوا هي حلوة، هي حلوة. ليه بقى؟ لإني أنا عايزة أدخل أعمل البلكونة وعايزة أعمل الحمام وعايزة أدهن السفرة وعايزة أدهن الصالون وعايزة عايزة أدهن الشقة كلّها يا ولاد. عايزة أدهن الشقة كلّها من فرحتي. فعايزة أقول لكم أنا باحبكم يا ولاد من كل قلبي، حطّوا لي اللايك من إيدكم الجميلة وshare وsubscribe للقناة. يعني ما لكوش دعوة بالحركات اللي أنا باعملها الهبلة دي، بس اللي هو كنت نِفْسي آخُد صورة مصغّرة. والحمد لله والشكر ليك يا رب. وهنا عايزة أقول لكم السجادة الماشية عليها تحفة أوي، إن شاء الله بإذن الله أجيب لي واحدة في أوضتي وأوضة جنى بإذن الله. بس كده. مش عارفة هنا كنت باعمل إيه. المهم اللي هو ما كنتش عايزة أطلع من الأوضة. المهم سمسم كان بيقول لي: "ماما أنا عايز أوضتي أحلى أوضة في البيت." وأنا فعلًا حققت له الحلم ده وخلّيت أوضتهم أحلى أوضة في البيت، كل اللي ييجي لي أقول له: "تعالَ اتفرّج، تعالَ اتفرّج." أشوفكم على خير فيديو